عمرك سألت نفسك ازاي بنسمع صوت افكارنا؟ يعني انت لما هتكلم نفسك الصوت اللي في دماغك ده جاي منين؟ طب هو صوت اصلا ولا مش صوت؟ ركز معايا كده وبالراحه وهفهمك كل حاجه. وقبل ما ابدا بس خلينا نتفق على حاجه، واديني بقول لك انت في الوقت ده اللي بتكلم فيه نفسك انت ما بتسمعش بودنك، انت في الوقت ده ودنك مش شغاله اصلا. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل يا غالي ان مخك بيخلق احساس بالصوت. جوه دماغك فيه جزء مسؤول عن السمع. انت لما تفكر في الكلام الجزء ده بينور بيشتغل، فانت تحس انك سامع صوت. يعني بكل بساطه المخ بيتكلم وبيسمع نفسه. انا عارف انك مش فاهم، وتعالى فاهمها لك بالراحه خالص. بكل بساطه انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي انك بتاكل ليمون. ايه اللي هيحصل؟ تخيلت فعلا، فانت هتحس بطعم الليمون رغم انك اصلا ما اكلتش ليمون. اهي نفس الفكره بقى هنسقطها على المخ بيستخدمها مع الصوت. اللي بيحصل جوه دماغك شويه اشارات كهربائيه بين الخلايا العصبيه، ومخك بيترجمها لاحساس الصوت. الاغرب بقى ان المخ بيقدر يعمل نفس الحركه دي مع الاحلام او اغنيه انت بتتخيل نفسك بتقولها في دماغك. نفس المنطق. المخ يا غالي مش بس بيقدر يسمع العالم، المخ بيقدر يخلق عالم كامل جواه. وبس كده، معلومه بسيطه تفرق كتير. لو استفدت لايك وشير، واستناني في اللي جاي.